المسألة الفقهية، هل البخاري كان فقيها؟ لا. فإذا كيف يأتي ويتصرف في الأحاديث وفقا لمتبنياته الفقهية؟ بل أنا أعتقد أنه في تاريخ البخاري هناك فضائح فقهية. عن إذنك، البخاري أفتى بفتوى لو تذكر اليوم في الشارع التونسي أو الشارع العربي الإسلامي سيرتد غالبية الناس، وهي البخاري أفتى إذا شرب، أتوقع الإخوة المصورين والجماعة يعني لا ترتدوا رجاء، لا يرتد أحد. البخاري أفتى إذا شرب رضيعين من نفس البقرة فإنهما يصبحان أخوين من الرضاعة. أفتى؟ نعم. وطرد بسبب هذه الفتوى من بخارى، ونقل هذا النص السرخسي في المبسوط. هذا السؤال فقط. اليوم أنت بالله لو شيخ مفتي وأفتى بهذه الفتوى، يعني أنا وأنت ناكلوا كعبة يغوت نوليو أخوات من الرضاعة. هذا كما قدمنا البخاري ليس بفقيه. لا، اليوم لو أفتى شخص بهذه المفتي ماذا ستقول فيه؟ لا تقبل فقط. لا تقبل؟ لا تقبل فقط لأن هو لم يكن فقيها. جيد. لا، ليس بفقيه ولم